عندنا حاجة اسمه الطوب الرملي. أنا مش هاتكلم عن كل أنواع الطوب، أنا هاتكلم عن الطوب اللي باستخدمه في الديكور. الطوب الرملي طوبة من الآخر جميلة كويسة وحلوة وقوية جدًا، وكمان بتاخد أكسيد فبيبقى ليها درجة لون. دي باستخدمها فين؟ باستخدمها في أي حيطة أنا مش عايز أصرف عليها بعد كده تشطيبات، بمعنى مش هامحّرها، مش هادهنها، مش بتاع. بعد 30، 40 سنة لو حبيتِ تجددي فيها بفرشة وتدهني عليها خلاص بتغيّر لونها. تمام؟ الطوبة الزجاجي، ودي الطوبة الجميلة الأمورة الحلوة اللي بنحب نستخدمها، تدّينا شكل في الفواصل بتاعة الحمامات، حاجة كده زي الشاور، أو فاصل ما بين indoor وoutdoor، بس يكون في مكان بعيد عن التكسير. تمام. هي مميزاتها بتسمح بمرور الضوء الطبيعي مع الحفاظ على الخصوصية. يعني إيه؟ برافو عليكِ. إيه؟ دي؟ إيه الفرق؟ أوكي. ماشي. مقاوم للمَيّة والرطوبة، مناسبة للحمامات والمطابخ، عازل حراري وصوتي جيد، مقاوم للحريق، ما يتأثّرش بالعوامل الجوية، متوفّر بألوان وأشكال وزخارف كتير. تمام. وطريقة التركيب لو حبيتوا تتفرّجوا عليهم. حاجة عندنا اسمها طوب الكسوة، وده أنا بنيت طوب حيطة بالطوب ما ليش دعوة بيها، عايز دلوقتي بدل ما أمحّرها أعمل لها طوب كسوة. فده بيبقى عبارة عن شيت شبه السيراميك، تخانته 2 سنتي، وبيتركب بمونة على الحيطة القديمة أو الحيطة الموجودة مسبقًا. يعني ده أنتِ شايفاه برافو عليكِ. أيوه. هو شكله شكل الطوب، تمام، لكن متثبت على حيطة من وراه، مش هو الطوبة نفسها اللي شايله. تمام. عندنا أشهر أنواعه عندنا في مصر الطوب الهشمة، عندنا حاجة اسمه الطوب الفرعوني. وكده يبقى خلّصنا الطوب